السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة بسيطة من داخل أرقى أحياء الزمالك، من أرقى أحياء الجزيرة، وهو على النيل، من قصر الفنون، من قصر الجمال، من قصر عائشة فهمي الذوق في كل شيء. قصر جميل وتحفة في كل شيء، تحفة معمارية في كل شيء. هنتفرج ونشوف جمال داخل القصر، ان القصر ده على جزيرة وفي ارقى احياء فعلا، وارقى احياء القاهرة هو حي الزمالك. وهتشوفوا الجمال ده بعينيكوا، وان هو فعلا ارقى احياء، وان هو على النيل، يعني حيث الجمال وحيث الفنون فعلا يليق بقصر عائشة فهمي، وفي المكان وبالزمان. يعني قصر جميل، وهتشوفوا فن وجمال. فعلا اختيار جميل جدا، وهو قصر عائشة فهمي. انتوا مش هتشوفوا قصر عادي كده، لا ده قصر تحفة من جوه فعلا. وكمان بيتعرض فيه بعض اللوحات الفنية لبعض الرسامين. يعني هتشوفوا جمال، وهتشوفوا مذاق، وهتشوفوا ذوق داخل القصر. فعلا مكان جميل وفي حي راقي. وكمان على النيل، يعني هو كمان على جزيرة. استمتعوا بالمكان واستمتعوا بالرسومات الجميلة. واحنا كده هنعمل جولة حوالين القصر لغاية
ما يفتحوا الباب، لان هم بيدخلوا مجموعة، مش بيدخلوا كل الناس اللي موجودة، او بيدخلوا ناس وفي مجموعة فوق، لا بيدخلوا مجموعات. فاحنا كده هنعمل برضو جولة زي ما انتم شايفين كده، دي حوالين باب القصر، وزي ما انتم شايفين الأعمدة يعني بصوا، انا عايزة اقول لكم فعلا ان مجمع الفنون بقصر عائشة تحفة، بمعنى كلمة تحفة. دي كده حوالين القصر مطرح ما دخلنا، وحوالين القصر من الناحية التانية، وده باب أول الكوبري. طبعا الباب ده مقفول. نعمل كده جولة سريعة كده حوالين القصر، ونتفرج برضو على المناظر، وبعد كده نبقى نطلع القصر. كده خلاص المجموعة اللي كانت جوه خرجت، ومدخلين المجموعة التانية. وده كده أول دور في القصر، وزي ما انتم شايفين كده. يعني عايزة أقول لكم فعلا إن القصر جميل جدا، وكمان اللوحات اللي معروضة فيه للفنان كانت تحفة. يعني استمتعوا بالقصر والمكان. أنا مصورة لكم كل شيء جوه القصر، يعني صور جميلة جدا. والبيبان، أنا عايزة أقول لكم بالحاجات المزخرفة اللي فيه، باللوحات اللي جواه، يعني تحفة بمعنى كلمة تحفة. فعلا قصر جميل جدا. قصر عائشة فهمي. استمتعوا كده بالدور الأولاني، وبعد كده نبقى نطلع في الدور التاني. وده الدور التاني من القصر. زي ما انتوا شايفين جامد وتحفة وجميل، ومنظره جامد. يعني بس هي مش محتاجة شرح، مش محتاجة أي حاجة خالص. المنظر تحفة جدا. أنا عايزاكم تستمتعوا بالغرف وبالأماكن وبالقصر ذات نفسه. أنا مصورة لكم كل حاجة داخل القصر. طبعا زي ما انتم شايفين كده، الجدران بتاعة القصر، البيبان، الأوض. طبعا زي ما انتم شايفين هو معمول كمعرض فن للفنانين. استمتعوا كده بالدور التاني من القصر.
ويا رب الجولة تنال إعجابكم من داخل قصر عائشة فهمي بأرقى أحياء القاهرة، وهو حي الزمالك، وهو على جزيرة زي ما أنا قلت لكم. زي ما انتم شفتوا جمال القصر وحلاوة القصر، أنا عايزة أقول لكم إن المكان تحفة وجميل. يعني أنت كمان مستمتع وأنت بتتفرج في كل مكان في القصر. وحتى بره القصر الجنينة بتاعته كانت جميلة وتحفة. المكان كله كان راقي وجميل جدا. فعلا وزارة الثقافة كان عندها حق في اختيار مجمع الفنون أو المكان قصر عائشة فهمي إنه يكون مكان للجمال والفنون، وإنه يعرض فيهم حاجاتكم. يا رب الجولة تكون عجبتكم من داخل قصر عائشة فهمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.